السلام عليكم ورحمة الله. حالة حزن تسيطر على مسؤولي الأهلي بعد الأداء السيء الذي ظهر به الفريق في مباراة بيراميدز، والبعض يطالب بتوقيع غرامة على اللاعبين، والبعض الآخر يطالب بعدم القسوة على اللاعبين بكل المباراة بلا أهمية. عدم إشراك مارسيل كولر أحمد القندوسي في مباراة اليوم رغم تأخر الفريق يؤكد أن المدرب السويسري غير مقتنع باللاعب الجزائري. بعد ضرب حسين الشحات لاعب بيراميدز على وجه، حسين الشحات يؤكد للجهاز الفني أن سبب مشادته مع بيراميدز هو تعدي الشيم عليه لفظيا وتوجيه إشارات غير جيدة لجماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات. الأهلي يرفض بشكل قاطع التفريط في كريم نيدفيد أو أي لاعب آخر من صفوف الفريق لفيوتشر، ويؤكد أنه لن يتعاون مع من يتعندون ولا يتعاونون معه. الشحات يصالح محمد الشيبي في غرف الملابس ويعتذر له بعد حدوث المشادة بينهم بعد نهاية المباراة، ومطالبات من بيراميدز بإيقاف اللاعب رغم اعتذاره للاعب المغربي. محمد هاني يوافق على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مع الأهلي بعد الاتفاق مع سيد عبد الحفيظ، وينتظر تحضير الأهلي العقود لتوقيعها لإنهاء هذا الملف تماما. اتجاه في الأهلي على توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء في مباراة بيراميدز وضاعتها في النهاية. صلاح محسن يعد جماهير الأهلي بالظهور بشكل مميز تماما عكس ما كان عليه بعد عودته للفريق في الموسم الجديد، وإنه كان يلعب في مركز غير مركزه تماما، وهذا لم يساعده على الظهور بمستواه. محاولات مكثفة من الأهلي للتوصل لاتفاق مع الجيش الملكي على المقابل المادي لصفقة رضا سليم لحسم الصفقة. الأهلي ينفي اهتمامه بالتعاقد مع مهند لاشين لاعب فيوتشر. بيراميدز ينقل محمد حمدي للمستشفى مباشرة بعد إصابته القوية في نهاية مباراة الأهلي. الداخلية يطالب اتحاد الكرة بالسماح للاعبين الذين كانوا معارين في الموسم الماضي في المشاركة في مواجهة الأهلي بالكاس بسبب وجود 8 لاعبين فقط في الفريق بعد رحيل هؤلاء المعارين بعد إنهاء الموسم. كولر يصطحب كل اللاعبين بعد المباراة إلى التتش للحديث معهم على الخسارة بثلاثية ووضع حد للمستوى السيء الذي سيطر على الجميع. شركة تسويق تحاول إقناع إيفرتون بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو في الانتقالات القادمة والاستثمار في اللاعب. كولر يؤكد لإمام عاشور في جلسة خاصة مع اللاعب إنه ينتظر منه الكثير في الموسم الجديد، وإنه لابد أن يجتهد ويبذل أكثر ما بوسعه في التدريبات القادمة لكي يحجز مكان أساسي مع الفريق. ميكوسوني يعد جماهير سيمبا التنزاني بالقتال من أجلهم في دور الأبطال ودور السوبر الأفريقي. الجهاز الطبي في الأهلي يقرر عدم التعجل في عودة السولية ومحمود متولي للتدريبات، ويفضل تأجيل الأمر قليلا حتى يتخلصوا من الإصابة بشكل تام. حالة إعجاب كبيرة من الإدارة والجماهير الأهلاوية بمستوى محمد شكري وهدفه العالمي في نهائي كأس الرابطة. هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. رمضان صبحي لاعب مهم ومميز بالنسبة لنا، وإذا حصل على عرض احتراف جيد من الممكن أن نسمح له بخوض التجربة، ولا يوجد أي حديث عن عودته للأهلي. هاني سعيد أعرف حسين الشحات جيدا وتعجبت من أمره ومما فعله مع الشيبي، وهذا أمر غير مبرر ولا أعرف لماذا فعل ذلك، لكنه جاء بعد المباراة واعتذر له وانتهى الأمر. الشيبي كان يشعر بالضيق خاصة إن الأمر تكرر معه مرة ثانية بعد مباراة السوبر في الإمارات. محمد شريف يؤكد للأهلي أنه لا يمنع التجديد، لكنه يخشى ألا يكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل بعد استقرار النادي على ضم مهاجم أجنبي وإعادة صلاح محسن وتواجد كهربا، ويطلب من مسؤولي النادي عقد جلسة أولا قبل حسم موقفه لمعرفة إذا كان له دور مع الفريق في الموسم الجديد أم لا. اتحاد الكرة يسمح للأندية ب 30 لاعب في قوائم الموسم الجديد بينهم 5 أجانب. كولر بعد مباراة بيراميدز لعبوا بشكل أفضل وحققوا الفوز واحتفلوا بشكل كبير جدا، وعلم أن هذا الأمر كبير بالنسبة لهم، لكنهم لم يحققوا على حسابنا لقب ولم يتحققوا من تحقيق الفوز في مباراة مؤثرة، بل المباراة كانت تحصيل حاصل، وقمت بتجربة العديد من اللاعبين أمام منافس قوي لمعرفة قدرات اللاعبين. تقارير صحفية تؤكد أن بيراميدز يقترب من ضم محمد رضا بوبو من فيوتشر مقابل 60 مليون جنيه. جماهير الأهلي تطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على جماهير المصري البورسعيدي بعد الهتافات المسيئة ضد الأهلي في نهائي كأس الرابطة رغم أنه ليس طرف في المباراة. سيراميكا كليوباترا يضمن المشاركة رفقة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس السوبر بشكله الجديد الذي سيضم بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الرابطة وبطل كأس مصر.